اكتر حاجه بتجذب المستثمرين لدبي ان دبي نفسها براند. الناس اللي خايفه من الفقاعه العقاريه واللي خايفين ان اسعار العقارات لا قدر الله يحصل لها انهيار، في ناس تانية جاهزه بكاش مستنيه النقطه دي. لكن مش ده المهم في دبي هو التشريعات والتنظيمات، وهنا ما بيشتغلوش بحاجه عشوائيه تماما. الحكومه هنا مركزه جدا وعارفه هي بتعمل ايه وعارفه حجم الطلب والعرض، فمش هتكون هي العامل الرئيسي لمشكله لا قدر الله ممكن تحصل بسبب العرض والطلب. وعلشان كده الحكومه عاطيه تصريحات وابروفلز بالبنى وبحجم البنى، لان حجم الطلب وحجم الاسر اللي بتنقل لدبي وتستقر سنويا من 2023 فوق ال 130 الف عائله كل سنه. الرقم دوت لو وصل ل 2028 و2030 ل 200 الف كل سنه، اللي معروض دلوقتي في السوق مش هيكون مغطي الاحتياج والطلب. علشان كده طمن وانت بتستثمر في دبي، واعرف ان العقار استثمار طويل الاجل. ولو مهتم تعرف تدخل فين، تشتري ايه يناسبك وتخرج منه ازاي، تقدر تتواصل معايا.